خلونا نشوف مع بعض ما هي أنواع خدمة ما بعد البيع. أول نوع بيحكي عن تدريب المستخدم. في كتير من الحالات لدى بيع بعض الأجهزة الإلكترونية أو الكهربائية بيكون استخدامها معقد، فمن الضروري جدا ومن المهم واللطيف انه نحن نتواصل مع العميل ونحاول نشرح له افضل آلية لاستخدامها، وهذا بياخذنا للبند الثاني اللي هو الدعم الافتراضي. بكثير من المشاريع صار فيها مبيعات اونلاين، شركات التسويق الالكتروني طبعا دائما نحن بنحاول نقدم تدريبات خاصة بكيفية التواصل الالكتروني، في اشياء بتنكتب، في اشياء ترسل صوتيا، في اشياء بتصير بمكالمة، هدول بيفرقوا عن بعض كثير. النوع الثالث هو خدمات الضمان. غالبا لدى شراء اي جهاز الكتروني او كهربائي بيكون عندنا دائما تخوف من انه اذا صار فيه خلل. الشركات اللي بتحقق اعلى المبيعات دائما بيكون في عندها مدى جيد وطويل من الخدمه ومن الصيانه ومن المتابعه. شركه ابل على سبيل المثال بتقدم لك صيانه وخدمه بعد البيع لمده سنه و90 يوم. وعلى سيرة أبل ما ننسى النوع الرابع من أنواع خدمة بعد البيع اللي هو التحديثات والترقيات. أغلب الشركات الإلكترونية بتحاول دائما أنه هي تحدث برمجياتها وترجع تتواصل مع زباينها لتوضح لهم انه صار في ابديت على البرنامج، فيك تعمل هذا الابديت بشكل مجاني. بعض الناس اللي خضعت لبعض التدريبات المتعلقه بالبي ام بي او لغات البرمجه دائما بيتم التواصل معهم للتوضيح بانه في لغات جديده، في تحديثات جديده نزلت على السيستم. النوع الخامس هو البديل المجاني. لا تتردد ابدا بانك تقدم للعميل بديل مجاني تماما لما بيكون في عندك اي خلل بالمنتج تبعك. هل يوجد خدمه ما بعد خدمه البيع؟ الجواب نعم. يجب أن تبقى دائما على تواصل مع عملائك من خلال فريق الترويج أو فريق العلاقات العامة. في النهاية بننوه بأنه خدمة بعد البيع هي مرتبطة تماما بعملية البراندنج للشركة، وهي عامل أساس بتوصيف الشركة بأنها شركة ذات جودة.